عارفين ايه هو الشخص اللي بجد يستاهل ان انتوا تعرفوه؟ هو انت. انا بجد معرفتش هي مين عالية او انا مين الا لما بدات اسافر معايا. بدات اسافر لوحدي، اللي هو يلا بينا، مش لازم اسافر بره مصر، عادي بقيت اسافر جوه مصر عادي. يعني طلعت مثلا دهب 3 ايام لوحدي، انسجم انا واشوف انا عايزه اعمل ايه والبلانز بتاعتي. والمفاجاه ان انا انبسطت عادي. طلعت القاهره، كان عندي ايفنت هناك، وبعد ما خلصت حجزت هوستل او قعدت عند حد لمده يومين وانبسطت جدا. بروح ميوزيومز لوحدي، بروح اكل لوحدي. اعتمدوا على نفسكم، مش بقول ان تعملوا كل حاجه لوحدكم، بس على الاقل لو انتوا عايزين تعملوا حاجه. كنت بشوف على طول ده من صحابي، اللي هو انا مش هروح هناك عشان مش لاقي حد اروح معاه. انا متفهمه الاحساس ده بيجي لنا كلنا بالوحده، بس انتوا لازم تتغلبوا عليه وكمان تعرفوا على نفسكم يعني ايه احسن من كده؟ ايه احسن من كده من ان انا اقعد معايا مثلا؟ فانا متاكده ان انتوا تحبوا ده، فجربوها حتى لو مره واحده بس، ان انتوا تقعدوا في كافيه لوحدكم وتقعدوا في مطعم لوحدكم حتى في المحافظه بتاعتكم. مش هقول لكم تسافروا من دلوقتي، جربوها وقولوا لي ايه رايكم.